بدون جينواز، فقط بالكيك اليومي العادي اللي كنحضروا دائما. غادي نحضر معكم طورطه لليله راس السنه، ألذ وارخص وانجح طورطه تقدروا توجدوها في وقت وجيز. تبعوا المراحل والمقادير وبسم الله على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غادي نحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر حبيبات، 2 اكياس من الخميره الفوريه، علبه من اليوغورت، وكيس من سكر الفانيلا، وجوج كؤوس من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات يكون من نوعيه جيده. كمرحله اولى غادي ناخذ الكاس ديال المولينيكس. في هذه المرحله تقدروا تستعملوا الباطو ولا الطراب اليدوي، كيبقى لكم الاختيار وحسب المتوفر. كندير 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر حبيبات، كيس من سكر الفانيلا، وعلبه من اليوغورت، وكنطحن المكونات ديالي جيدا. من بعد غادي ناخذ واحد البول، غادي نسكب فيه الخليط ديالي، وغنزيد الكاس الاول ديال الدقيق مع قبيصه ديال الملح، وغادي نخلط. من بعد غادي نزيد 2 اكياس ديال الخميره الفوريه. ضروري هاد المرحله اننا نغربلو الخميره ديالنا باش الكيك ديالنا ما يجوش فيه الفقاعات. وغادي نزيد الكاس ديال الدقيق الثاني تدريجيا وانا كنخلط. بالنسبه للقوام ديال الكيك ضروري خصو يكون بحال هكا. احترموا المقادير كيف ما هي باش يطلع معكم الكيك زوين وخفيف. مباشره غادي ناخذ المول اللي غادي نطيب فيه، غندهنو بشي شويه ديال الزيت ونرشو بالدقيق، وغادي نوضع الكيك ديالي غنخليه يطيب عادي كيف ما كنطيبوا الكيك ديالنا. شوفوا معايا الكيك ما شاء الله كيف كيجي خفيف ورطب، كنلعبوا به كيف ما بغينا، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. بالنسبه للاكريم انا غادي نخدم بهولالا، تقدروا تخدموا حتى بالشونتي، كيبقى لكم الاختيار. انا كنستعمل هولالا، كتجيني سهله في الخدمه ودغيا كتوجد 3 ديال الدقيق كتكون واجده معايا. غادي نسكبها في واحد المول وغادي نطلعها بالباطو على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، دغيا كتوجد. وكيبقى لكم حتى الاختيار الا بغيتوا تخدموا حتى بالشونتي حتى هي كتجي نفس النتيجه. كيف ما كتشوفوا معايا لاكريم ديالنا كتجي على هذا الشكل. كنخليها جانبا. غادي ندوز باش نوجد الكيك ديالي باش نمونطي. غنحيد هاد الواجهه ما غاديش نستعملها، غنحتفظ بها حتى نوجدها في واحد التحليه ان شاء الله غنقدمها لكم في فيديو قادم ان شاء الله. وغادي نقسم الكيك ديالي على 2. الكيك ما تخافوا ما حتى شي حاجه، لعبوا به كيف ما بغيتوا. كيف ما قلت لكم راه ناجح، ما كيتهرس ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه. وهذا هو الكيك المعتمد عندي في الطورطيات. ودابا غادي نبدا نمونطي في الكيك ديالي او الطورطه على هذا الشكل. كنسقيها بالحليب، تقدروا تسقيوها باش ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. غادي ندير واحد الطبقه ديال لاكريم. وغادي نوضع القطعه الثانيه وغنضغط عليها بحال هكا بيدي كيف ما كتلاحظوا في لا فيديو. بطبيعه الحال حتى هي غادي نرشها بشويه ديال الحليب. وغادي نغلف الطورطه ديالي كامله بلا كريم على هذا الشكل. يعني كنحاول نزرب الفيديو ونوريكم حتى المراحل باش يكون كل شيء واضح ومفهوم، وفي نفس الوقت ما نطولش عليكم لا فيديو باش ما تملوش. الطريقه راه سهله وبسيطه، ما تخافوا ما حتى شي حاجه، غير زعموا راها كتجي ناجحه 100%. كيف ما كتلاحظوا معايا غلفت الطورطه ديالي بلا كريم ودخلتها للثلاجه تبرد،
ودابا غادي ندوز باش ندير فيها هاد الديزاين على هاد الشكل. انا عندي هاد الجيب الحلواني على هاد الشكل، درت فيه ما تبقى ليا من لاكريم، وغندير هاد الديزاين على هاد الشكل. تقدروا ديروا اي ديزاين كيعجبكم، كيبقى لكم الاختيار. طريقه سهله وبسيطه، ما تخلعكمش الحلوه ديال لاكريم، راه سهله وغير زعامه. تبعوا غير المراحل والمقادير، احترموها، وكنواعدكم انه غادي ينجح معكم من اول تجربه، ولو تكونوا عمركم ما خدمتوا الحلاوي ديال لاكريم. من بعد ما ساليت الديزاين ديال الطورطه، دابا غادي ندوز باش نوجد الكلاصاج اللي غندير في الوسط. غادي ندير كاس ديال الماء، علبه ديال الفلون. تقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوا، كيبقى هذا الكلاصاج رخيص وفي المتناول، وفي نفس الوقت كيجي زوين بزاف في المنظر. غادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، وغادي نديرو فوق النار حتى يغلي مزيان، ومن بعد غادي نخليه حتى يبرد تماما. وانا كنخلط باش هذاك الفلون ديالنا ما يديرش ما يجمدش. ومباشره غادي نوضعوا الوسط في الكيك ديالنا، وكنحاول نوزعو ما بين الجوانب. خديت واحد شويه ديال اللوز ايفيلي على هذا الشكل، وغادي نزوق به على هذا الشكل. تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا بيبي شوكولا، اي حاجه عندكم تقدروا تزوقوا بها. ماشي ضروري تخسروا فلوسكم باش توجدوا طورطيه. كتبقى هذه اسهل وارخص طورطيه ممكن تحضروها، تفرحوا بها الوليدات والعائله. وهذاك اللوز ايفيلي اللي شاط ليا كنديرو بحال هكا مع الجناب. يعني المجموع ديال هاد الطورطيه ما غاديش تخسروا فيها اكثر من 25 درهم. الا عندكم الدقيق وعندكم الخميره في الدار، يعني ما غاديش توصلوا لهذاك الثمن كاع. كتبقى ساهله ورخيصه في نفس الوقت، احسن ما نشريوها من على برا بثمن مرتفع. نقدروا بحال هكا نوجدوها في الدار، كتجي فنه وغزاله ما شاء الله. حتى في المذاق كتجي خفيفه وزوينه، ما كتقلش نهائيا في المعده. وبالنسبه للكتابه، انا خديت فلون كراميل او دانيت كراميل عفوا، ودرته في واحد البلاستيك على هذا الشكل، وكتبت به هذيك سنه سعيده 2024 تدخل عليكم بالصحه والعافيه وبالهنا وباش ما كتمنوا ان شاء الله، والله يعطينا شي عام زوين. وإلا عجباتكم الطورطه وعجبكم لا فيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. انا دائما في القناه ديالي كندير داكشي بسيط في المتناول. كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل النهائي هو هذا، كتجي غايه في الروعه، زوينه بزاف، لا في المذاق ولا في الشكل. وضروري نقطعها معاكم باش تكون واحد المصداقيه بيناتنا. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي من الداخل فتيه وزوينه رطبه. يكفي انكم تسقيو الكيك ديالكم مزيان، وكتجي يعني لا كريم مشبره في الكيك، ما كتجيش كل حاجه معزوله بوحدها. وكنقدموها على هذا الشكل بالصحه والراحه. شوفوا معايا كيف كتجي من الداخل، زوينه بزاف. واللي وصل معايا حتى لهنا ما تنساش تشترك في القناه الا ما كنتيش مشترك. ومرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم.